عم مقسم الارزاق بدون سبب. شفتوا؟ انا كنت متاكد انكم ناس طيبين وعلى نيتكم. ما تخلوش واحد ابليس زي عادل يسمم افكاركم ويخليكم تعترضوا على اراده ربنا. ده ملحد، ده كافر. اعوذ بالله، حرام عليك ما تقولش كده يا استاذ نبيل. حرام عليا انا برضه بقول لكم ده ملوش مله، ملوش مله. ده ديمقراطي. ديمقراطي؟ ايوه، اقول لكم ايه اكتر من كده؟ يعني عمره ما هيورد على جنه. يا سلام، انا سمعت كتير قوي عن الصف الديمقراطي ده، بس ربك والحق انا عمري ما شفت واحد منهم في بلد. اديك شفت العجينه، ولو ما كنتش مصدقني اساله، هو نفسه ما يقدرش ينكر. لا دي مسألة ما انسكتش عليها ابدا. هو راح فين؟ ايه اللي ديمقراطي دي؟ لما نزل زويل يقول لهم دولة مدنية. مدنية يعني ايه؟ يعني امك ما تلبسش حجاب، ليه؟ امنا؟ طب ما انت قلتش مرضي ده حقها يا حبيبي، لان ده هيفرق بين المسلمة والنصرانية. احنا عايزين دولة لا تفرقة فيه، عايزين دولة ليبرالية. يعني ايه ليبرالية يا مردعي؟ يا ايها الليبرال اللي بنتك متجوزة نصراني كافر، اللي بنتك المسلمة متجوزة نصراني لانها ليبرالية غير اسلامية، انما حضرتك ليبرالي اسلامي. يعني ايه ليبرالية؟ ليبرالية يعني اي حكم يحكمنا الا الاسلام. ليبرالية يعني مفيش حاجة اسمها راجل وست، ممنوع رجولة اصلا، مفيش حاجة اسمها نتكلم عن الرجولة. ده مش كلامنا، ده كلامهم هم، ده الفاظهم هم. ليبرالية يعني في الاقتصاد اي مصدر تكسب منه فلوس اكسبها، واي حاجة عايز تصرف منها الفلوس اصرفها. يعني حرية. ليبرالية يعني ما تقوليش ان تيمية ابن القيم يا حبيبي، ما تقوليش الائمة الاربعة ماليش دعوة. ليه يا حبيبي؟ لان الليبرالية معناها ان انا افهم النصوص بدماغي، مفيش اي قيود، مفيش اي. ليبرالية يعني ضد العبودية لله. شوفوا يعني ايه عبودية لله واسلام لله. الليبرالية هي اكتر نظام ضد الاسلام لله وضد العبودية لله. الناس دلوقتي لو طلع لها اي واحد ظريف لطيف، ايوه يا عم تعالى هات الراجل الطيب بتاع هيئة الطاقة الذرية اللي ضيع العراق اهو، هاتوه يحكمنا يا جماعة. او الشاب المخترع بتاع الفيمتو سكند ده زويل اللي بيقول عايزين دولة علمانية لا دينية، ده هاتوه يا جماعة يحكمنا يا جماعة. هاتوا يا جماعة الناس الظرفة دي. ما هو الشعب ما هوش عارف حاجة. امال الاسلام بيقول لك ايه؟ الاسلام شفتوا النظام الامريكا؟ امريكا بيقول لك مفيش حاجة اسمها ان الشعب ينتخب الاول، للي تبع الانتخابات الاخيرة او اللي قبلها او يقول لك مفيش حاجة اسمها الشعب ينتخب الاول. ليه يا عم؟ ده انتوا امريكان وبتقولوا الحرية. يقول لك لا، اصل الشعب ما يقدرش يبقى اول مرحلة الاولى في الانتخابات، الشعب هو المرحلة الثانية.